منظر اهو وتنتظر المياه. صورة حية نقدمها لكم بعد زيارتي وتصويري للترعة السواحلية، وعقب زيارتي للمهندس عادل مسعود عبد السيد بمكتبه، والذي وعدني أن يقوم بالتطهير يوم الأربع ويفتح المية الخميس، ولكن يبدو أن التطهير جاي طبعا من درمواس ولم يصل إلى ملاوي بعد، ولكن الماء قد وصل بكل ما يحويه من يعني كانت عايزة تطهر أول الترعة. هذا مصرف صغير طالع أو المنبع بتاعه هناك في الترعة السواحلية، والمخرج هنا في ترعة فرعية بتذهب إلى الهرمون، ولكن الحمد لله إن المياه وصلت عشان الفلاحين ينبسطوا. وهنا المصداقية من موقع ملاوي أونلاين، عندما يعني يقولوا إن شاء الله سوف تفتح المياه، لأن الهدف ليس موقع ملاوي أونلاين ولا أي موقع آخر، ولكن الهدف هو مصر العزيزة، مصر الغالية التي جميعا نحبها، والذي جميعا ننتمي إليها، والذي جميعا ان احنا بنعمل لصالحها ولاجلها. طبعا النهارده يوم عيد عند الفلاحين، وانا مش شايف لسه ولا فلاح ظهر. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا شايفين طبعا ميه قدامكم صور لا تكذب. تعال هنا وادي المية اللي جاية من القناة، من الترعة الرئيسية للقناة الفرعية عشان تسقي الزرع اللي انتوا شايفينه اهو، اللي كان اول امبارح عبارة عن تراب، والفلاحين عم تشكي وبتتألم وبتتوجع. عقب ما ذهبت الى المهندس عادل في ري ملوي واتكلمت معاه، وعدني على يوم الخميس عصرا، ولكن هو صدق القول وجي بدري، يعني بدل ما يجي في العصر لا جاي يوم الخميس فجرا. كويس الميه جت فجرا، ولكن يا باشمهندس عادل الكراكات لم تصل بعد. الكراكات هناك عند القناطر. طيب عايزك برضه تقول للمهندس عادل متشكرين. متشكرين يا باشمهندس على الخير دوتي، بس استمر. رجاء من الباشمهندس عادل يشيل لنا حتى شويه السوق اللي وش القناه. ايوه دعيره للبلد وللناس واللي راح واللي عايز اسمع تاني الكلام دوت. يعني رجاء منه يشيل لنا شويه السوق ده الاميت دي، لان ده العيري حتى على الناس اللي فاتت الشمال لما يجوا محافظ معدي تنظف السكه وترفع القناطر وتنظف، ويبقى احنا قاعدين هنا على طول. كده من ساعه ادينا شهر ربة حشائش. قلت له انا على الحشائش. ربة حشائش. ايوه ربة حشائش منعت الميه انها تعدي. وانت طبعا يا باشا والجثث النافقه. ايوه والجزايز. ايوه ايوه سد الميه نهائي. يعني احنا كده تمام الحمد لله. ما قلتليش اسم سيادتك؟ ربيع سيادك شحات. ازيك يا عم ربيع؟ انا عن نفسي انا فرحان ان يعني قدرت ان انا يعني اعمل اللي عليا عشان الوطن، عشان الواجب، عشان اهل الفلاحين، بدون ما حد يسقيله كوبايه شاي. ما ايوه يعني انا بشتغل لله، ما فيش واحد يقدر يقاس شويه الميه دول يجوا، والميه كاميرا الموقع لا تكذب. ونقول لقناة الجزيرة ادي المية، عقب ما نشر في قناة الجزيرة، وعقب ما نشر في موقع ملاوي اونلاين، وعقب ما نشر في الفيسبوك، الباشمهندس عادل مسعود عبد السيد قال فصدق، غاد الميه تيجي بالخميس، بس بعد ايه؟
بعد ما جوعنا 12 13 يوم والمحصول نشف على الارض. الميه دي يعني المفروض كانت تاخد نص ساعه ري، تاخدها 4 ساعات. الارض شرجانه الارض شرجانه ولا زيت. ايوه، وعايز اسمع منك كلام تاني. اتفضل قول. يعني احنا دلوقتي يعني مضرورين من قله الميه. الكيماوي بقت 150 جنيه شكاره الكيماوي. ايوه، احنا فلاحين متنا من قله الكيماوي، حتى الزمان دويت هنطلعوا ازاي؟ 150 جنيه حرام عليهم. انت بتزرع ارض ملكك ولا ارض اصلاح؟ ارض متاجرها عشان اكل منها انا واولادي. متاجر قد ايه؟ انا متاجر 3 بيت من واحد اسمه مزمز. مثلا يعني عارف مزمز، انا عارف. عندك عيال كتيره؟ عندي يا عم، ربنا يخليك. ربنا يخليهم لك. انا واخويا. ربنا انت واخوك شرك انت واخوك. ربنا يقدرك ويوفقك. عايزين نعمر البلد. هنعملها باذن الله. عايزين ننظف البلد. عم نعمل اخر جهد الحين زي ما انت شايف. ايوه، اشوف انا اهو تاني اهو. ادي الفلاح المصري الاصيل، الفلاح المصري الاصيل اللي هو كان بينتج لنا الغله والاكل والشرب والخضار. النهارده الفلاح بيتعذب عشان شويه ميه. شويه كوسه زي الماء العطش هناكل منهم. الكوسه بكام صح؟ الكوسه بكام؟ الكوسه ما ماتت، كام؟ 100 ونص. لا لسه ما ماتتش الكوسه. ما والله ماتت العطش. لا الكوسه الثانيه لسه ما ماتتش. لا دي الكوسه دي مش هتموت واصل. مش هتموت واصل الكوسه، بس بعد الثوره ان شاء الله هتموت. والبركه في المشير طنطاوي، المجلس الاعلى للقوات المسلحه. احنا معايا خبر. احنا ورئيس مجلس الوزراء عصام شرف ايضا. احسن راجل. بيشتغل ليل نهار من كل ما بيقعدش. الناس بتقعد وتجيب كتير. انا بصير كويس. ايوه، الراجل جايب اخر جهد واخر تعبان اخر تعب. ربنا يكرمك يا رب وربنا يقويك. كان معكم من موقع ملاوي اونلاين بس مباشر وفوري لليوم الخميس. ابو زيد على ابو زيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمشكلة الأسمدة التي يعني حقيقة الفلاحين دائما يتكلموا فيها، كل ما اتكلم واحد يقول الأسمدة. وأنا هتكلم النهاردة بعد ما المهندس عادل فتح المية، وإن شاء الله أنا همشي لغاية درمواس دلوقتي وأشوف الكراكات وصلت ولا لا، ولكن هنتناول النهاردة موضوع ارتفاع أسعار الأسمدة، وأنا مع أحد الفلاحين برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سامع إن في ارتفاع في أسعار الأسمدة. ايوه ارتفاع رهيب. الأسمدة دي انواع ده اللي هي المخصوص والسريع، الكيماوي السريع برضه، والصوبر كله دوت فيه ارتفاع رهيب. كله ارتفع الضعف. انا زي ما سمعت بيقولوا الضعف. 145 جنيه شكاره الكيماوي النهارده. شكاره فيها 50 كيلو. فيها 50 كيلو ب 145 جنيه. 145 جنيه. نجيب منين احنا يا فلاحين؟ وعما نسمع في التلفزيون يقول لك طالعه من المصنع ب 72. ايوه ده سمع. سمع اما نسمع على التلفزيون. عما نسمع التسعيره بتاعتها 72 جنيه. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف ان احنا ناخدها مثلا ب 150 145؟ طب يعني ما عملتوش شكاوي؟ ما عملتوش حاجه؟ ما لكمش حاجه بتاخدوها من بنك التنميه او بنوك القريه؟ بنوك التنميه على الحيازه. في على الحيازه نروح نجيب يقول لك خدوا نص الكميه. نص الكميه. طب نص الكميه ماشي، الفدان اللي كام لي 8 شكاير يدينا 4. اضطر انا اشتري ال4 التانيين من سعر السوق السوداء. طب وليه نص الكميه؟ بيقول لك ما فيش. ما سالتش ليه؟ بيقول لك ما فيش كده دخنون كده. قال لك ايه السر؟ السر يقول لك ما فيش جاي. فانت خد نص الكميه ماشي بقى روحك. وانا طبعا لما تيجي الكميه باقي الكميه خد باقي الكميه بتاعتك. يعني انت شكوتك حاليا من ارتفاع الاسمده. بتاخد قد ايه في ارضك؟ تاخد لك كم شكاره في السنه تقريبا؟ لا ده انا في السنه باخد بتاع 2 طن ونص. 2 طن ونص. لما تضرب ال 2 طن ونص على 145 جنيه تقطع بمبلغ. ايوه. فين المحصول؟ هجيب ازاي المحصول؟ احنا دويتي المحصول ده هيجيب ايه؟ طيب انا يعني هذه شكوى من احد الفلاحين المزارعين الذين يعملون في ارضه، وزائد العزيق، زائد الكيماوي، زائد الميه، زائد السولر، زائد الحاجات دي كلها. السولر والله العظيم الحمد لله وفرنا لكم السولر. جركن السولر ب 40 جنيه عشان اسقي الزرع اللي مات ده. طب اتوفر السولر والحمد لله موجود، واللي عايز يروح ياخد دكت ياخد بالسعر الرسمي. وان شاء الله نعمل جاهدين من خلال موقع ملاوي اونلاين ان نناشد وزير الزراعه ووزير التجاره ان يعني يبحث موضوع ارتفاع الاسمده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورة حية لمعاناة الفلاحين، والحمد لله ان استجاب المهندس عادل مفتش ري جبلي وقام بدفع المياه النهارده. هو وعدني انه يدفعها في المغرب، ولكن النهارده يعني الحمد لله ودفعها قبل ميعاده بحوالي 10 ساعات، ولكن ينقص التطهير يا باشمهندس عادل. انت وعدتني بالتطهير وما طهرتش. الفلاح هنا بيطهر بنفسه. انت شايف بيعمل ايه؟ يعني في جثه اهي في النص هناك اهي ظاهره، هو الراجل بيطهر بنفسه. هو طالب على فكره وبيدرس، ولكن بيساعد ابوه، بيساعد خاله، بيساعد عمه، بيساعد نفسه. وهو ده المواطن المصري النظيف الشريف العفيف اللي هو لا يأبى انه يشتغل في يعني يعمل في مثل هذا. هو بيدور حاليا المكنه وهتدور ان شاء الله. والميه اندفعت واندفعت المياه. تمام كده. هنا دي هتسكي هنا، هتسكي هنا، هتعدي اليمة التانية. يا الله الف مبروك. انت اسمك ايه؟ احمد مين؟ احمد اسماعيل. احمد اسماعيل. يا رامون يا احمد. يا اهلا وسهلا. احنا كده هتسقي هنا، هي هنا. هي بتسقي حاليا هنا. ان شاء الله. دول شويه الميه الصغيرين اللي احنا عملناهم دول، هم اللي عملوا دول؟ هم دول. طب والله كويس. لما يشوف الكلام ده يفرح. الفلاحين على فكره النهارده عندها يوم عيد. الميه ادينا كام يوم مقطوعه يا احمد الميه؟ بتاع 10 ايام. 10 11 12 في ناس بتقول 15. في وجت شويه ميه جريرين جت يومين. يومين وقطع. المناوبه 10 ايام وتقطع 5. تقطع 5. ماشي اشتغل توكل على الله. شكرا شكرا شكرا. شكرين. موقع ملاوي اونلاين قدم لكم صوره حيه عما وعد به المهندس عادل عبد السيد مفتش ري جبل المنيا. وانا انقل لكم صوره حيه. ميه هي قدامكم اهي ماشيه في المجاري، واحنا موقع ملاوي اونلاين لا يكذب ولا يجامل احد ولا يتجنى على احد، بل يقول الصدق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.